بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما ادخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بالمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهارده اتكلم على فريق بلدية المحلة وعلى الكابتن أحمد عبد الرؤوف وشهرته أحمد بيحب الخروف. طبعا النهارده انت جيت السنة اللي فاتت صعدت في نمرة إلا نمرة. طبعا كان معاك لعيب مش موجود في مصر كلها او من اللعيبه القليلين اللي بتقدر تروح وتخلص وتجيب جون في ثانيه، الا وهو الكابتن عبد الرحمن سمانه. يعني انت صعدت الموسم اللي فات من الممتاز بقى، عديت من باب الجمال سريع سريع زي بتوع السما وربنا كرمك وبقيت في الممتاز. طبعا كان الكلام لاداره بلديه المحله ان انت تكمل مع الفريق وهو الكلام ده كله. اولا التكتكس بتاعك ضعيف، يعني انت تشتغل اخرك ممتاز ب، ممكن تشتغل فرقه ثالثه، انما ممتاز الف ده يعني صعب عليك انت النهارده او الموسم ده. يعني الارقام بتاعتك ما تنفعش ولا تليق ببلديه المحله. والفكره كلها ان كل الانديه الشعبيه والجماهيريه لما بتيجي تنزل، طبعا عشان خاطر المسؤولين والناس اللي جوه الانديه والكلام ده كله واللي عليهم لغط واللي الجمهور بيحب فلان وهو، فالانديه بتدفع ثمن الكلام ده كله انها تفضل تعاني في صراع في الممتاز ب او المحترفين. وحضراتكم شفتم يعني فرق كتير زي المنصوره وزي الترسانه، الفرق والاولمبي ودمنهور، الفرق اللي لها جماهير والكلام ده كله مش قادره انها تصعد. طبعا البلديه الموسم ده لعب 23 ماتش، جمع منهم 22 بونت، ودي برضو كارثه. يعني انت يعني الطبيعي بتاعك ان انت حتى يبقى عندك 40 بونت. يعني المفروض انت الطبيعي بتاعك حتى ب 40 بونت، يعني انت تبقى معدي، لانك انت في ماتشات انت ضيعتها وكنت تستحق ان انت يبقى عندك تاكتكس افضل من كده عشان ربنا يكرمك والفرقه تبقى في مكان احسن من كده. لان انت لو لا قدر الله البلديه لو نزلت هتعاني ان هي تبقى تصعد تاني دوري ممتاز. يعني انت لعبت 23 ماتش منهم 6 فوز 4 تعادل و13 هزيمه، ليك 24 هدف ودخل مرماك 45 هدف، فدي كارثه يا كابتن احمد. تمام. واولا يعني في حاجه عايزه بس انوه ليه، انت حضرتك كنت لعيب متواضع بلس ان المنتاليتي بتاعتك عقليتك مش بتاع الدوري الممتاز صدقني. عشان يعني ده اخرك، يعني انت كنت لعيب متواضع ايام بقى احمد مرغني وعلاء على الله يرحمه والمجموعه بتاعت نادي الزمالك ديت. فطبعا انت النهارده حب وكره والكلام ده كله الفرقه بتدفع ثمن ده، يعني بالغالي وبالنفيس. ان انت النهارده تبقى عندك 23، يعني عندك 22 بونت من 23 مباراه، دي كارثه وكارثه كبيره. جمهور بلديه المحله ازاي انا مش قادر ان هو صابر عليك وهو الكلام ده كله، وازاي مجلس الاداره مقتنع بيك ان انت تكمل مع الفرقه. ولا قدر الله يعني انت النهارده في فرق كويسه قوي تحت فاركو عندها سكواد كويس، وتحت البنك برضه عنده يعني سكواد محترم برضه قاعد بيخبط. فطبعا الفرق دي كلها عندها يعني ثقافه الفوز وعندها مدربين كويسين وهو الكلام ده كله. طبعا انت مش الجماهير مش هتقعد تحسب كل ماتش انت هتروح فين وهتيجي منين ومين هيتعادل مع مين ومين يكسب مين. الطبيعي انك تشتغل مع فريقك وما يكونش عندك ظلم ولا حب وكره للاعيبه. انت النهارده عندك محمد اميسي ده اللي هو شبه قفص القرص، ده الراجل يعني لعب له 20 ماتش ما جابش الا جون في كاس الرابطه، يعني ده يرضي مين؟ عندك انت مش موجود يعني من، يعني لما تيجي هتجيب الدوري الممتاز ده كده وتنقي منه، عندك راجل بيروح بوشه على الجون بيعمل خطوره، بيعرف يرقص بيعدي من اي مكان سريع دريبلينج بالكره. كابتن عبد الرحمن سمان انت في يعني ليه ما انتش حيادي ليه؟ راجل لعب 11 ماتش جاب 3 اجوان، يعني الراجل ده لو بيشارك من اول الموسم اقل حاجه، والطبيعي ان كان جاب له مثلا 10 اجوان او 12 جون وبمجهوده الذاتي. الفرق بقى بين حسام اشرف وبين عبد الرحمن سمانه ان عبد الرحمن سمانه بيعرف يرقص، بيعرف يجيب جون، بيعرف يغير شكل الفرقه في الحته الهجوميه. مش معتمد حسام اشرف ان اللاعيبه مثلا تعمل ضربه جزاء او لمسه يد غصب او الكلام ده كله ويحطها جون، لان طبعا كل جوان حسام اشرف انا شايف من وجهه نظر المتواضعه ان حسام اشرف مهاجم عادي جدا يعني. وكل الاجوان اللي جابها اللي 12 هدف اللي متصدر بهم صداره ترتيب الهدافين الدوري المصري ان اكترها كلها بلانتيات. انما عبد الرحمن سمانه بيروح بوشه بيعدي بيرقص واحد ضد واحد، بيعرف يجيب جون من اي حته. وحضرتك شفت في ماتش الصعود مع الكيرنس، يعني الراجل في يعني في ثانيه الا ثانيه عمل لك كورتين، جاب جون، والكره اللي عملها لوحيد محسن وحطها. يعني شوف انت لما تيجي تدور في الدوري الممتاز مش هتلاقي لعيب اصلا بالقدرات الهجوميه ديت بيعرف ان الفرقه بيعدي من اي حد، بيعرف يجيب فاول من على حدود ال 18، بيعرف يسحب الفرقه كويس، بعرف يمسك الكرة كويس، بعرف يجيب فاول كويس. الحاجات دي كلها مش هتلاقيها في اللعيبه. فانت انا من وجهه نظري ما تشتغلش ممتاز، انت مدرب ما تشتغلش ممتاز. في مدربين
كبار قوي يقدروا ان هم يشتغلوا دوري ممتاز وعندهم حنكه، زي الكابتن حلمي طولان، الكابتن اسامه عرابي اشتغل ممتاز، ناس كتير مش عايز اقول اسماء حد وانسى حد. انت ضعيف في التدريب يا كابتن احمد، وانا يعني كنت اتمنى ان بلديه المحله يكون فيها مدرب غيرك عشان يبقى عنده حياديه، لان انا شايف انك بتحبه وتكره والكلام ده كله على حساب مصلحه نادي بلديه المحله، ان هو ينزل الى المحترفين، ولا قدر الله ممكن يعني الماتشات او الفرق ما تخدموش والكلام ده كله، ان هو يبقى موجود في الدوري الموسم اللي جاي. مباراه طبعا الداخليه النهارده الاداره الفنيه ليك ضعيفه جدا. انت يعني راجل بتجيب لاعيبه من الزمالك، بتيجي تلعبها على حساب لاعيبه تانيه ممكن انها تعمل شكل للفرقه وتعمل مردود ايجابي مع الفرقه، وتقدر ان هي يعني توقف الفرقه بلغه الكره على رجليها. اقل تقدير مثلا ان اللاعب مش هيجي النهارده وهو بيتمرن هيقول الكابتن احمد هيجيب لاعب من نادي الزمالك ويلعبه على حسابي، فانت كده كده اللاعب بيتخاذل لما بيلاقي نفسه مظلوم. النقطه ديت انت مش واخد بالك منها خالص، لان اي لاعب بيتمرن بيبقى نفسه ان هو يبقى اساسي ونفسه يبقى كويس وهو الكلام ده كله. بالنسبه طبعا للباك رايت بتاعك اللي هو بيبص الكره ويطلع يجري في الاول، الا هو كابتن احمد كهربا اللي كل الناس من حالته مستغربه. وانت يعني وانت بتتفرج وانت راجل لعبت للزمالك، هل كهربا ده انت شايفه ان هو لاعب يلعب في الدوري الممتاز، ولا ممكن يلعب في مناخيره او يروح يلعب في اي حته تانيه هو عايزها؟ طبعا يعني النهارده وانا بتفرج راجل مثلا بتفرج وبحب الكوره، شايف الباك رايت لا عنده تقطيع عكسيه، لا عنده اوفر مظبوط، لو الكره خدمته على حدود ال 18 بوم شلته ومطلعه بره. فانت النهارده راجل بتلعب في الدوري الممتاز، الحاجات دي الناس كلها بتشوفك، وممكن انت بتلعب باك رايت في بلديه المحله، ممكن ربنا يكرمه يلعب في منتخب مصر. فده ظلم وظلم وحاجه يعني ما ترضيش ربنا انك تجامل ناس على حساب ناس. نرجع لمرجوعنا. مباراه الداخليه النهارده كانت اداره يعني سيئه منك. طبعا الداخليه كان اخطر طوال ال 90 دقيقه، وممكن كان يجيب جون وممكن كان يتعادل وهو الكلام ده كله. النهارده بالنسبه يعني لاعب عثمان اللي انت جبته من بره، وراجل يعني هو بيمشي بالكوره كويس اهو الكلام ده كله، بس يعني الدوري المصري بيبقى له دهاليز ثانيه اهو الكلام ده كله. يعني عثمان لسه صغير، ممكن ان شاء الله باذن الله يعني على الشورت رن المدى القصير ربنا يكرمه ويبقى نجم الفرقه اهو الكلام ده كله. بلس ان انت بعت برضه لعيب من عندك من نص الملعب، تمام، اللي هو فيبو ده كان يقدر برضه ما تقدرش تفرط فيه الا لما الموسم يخلص، خصوصا ان انت النهارده بتعاني من النقط ان انت يعني جمعتها يعني ال 22 بونت. فيبو لعيب سريع، لعيب قوي، لعيب كان اضافه لبلديه المحله. انا مش مع الاداره انها كانت تمشي اللعيب في الوقت ده، لانه وقت صعب، وممكن او اللي انا شايفه ان البلديه متاثر برحيل فيبو، في لعيبه كتيره تانيه كويسه والكلام ده كله، بس انت ما تقدرش في اول موسم لسه راجع فيه في الممتاز واي لعيب تجيله فرصه تقوم ممشيه. انا شايف ان ده يعني قرار غير موفق من مجلس اداره يعني نادي بلديه المحل. النهارده انت بتدفع بسمنه بالدقيقه 80، اول ما بينزل بياخد الكرة وبيمشي ستريت مستقيم بطول الملعب. ما هو احنا برضو مش بتاع مخلل برضو ولا راحه فين يا زفه خدني معاك لف. الراجل بينقل الفرقه لقدام، انت كراجل كوتش وراجل مدرب بره لازم تبقى عندك شخصيه اقوى من كده. كل ما ابص عليك الاقيك موطي قاعد تبص كده تعمل كده ماسك دماغك، انت راجل بتدرب نادي كبير وليك جمهور مش نادي استثماري، ما تخافش. المفروض قلبك ده يبقى زي الحديد وعندك باور وعندك شجاعه. فانت علشان مذبذب في حته التغييرات وعندك برضه مشكله في شخصك ان انت بتحبه وتكره، فكل ده جاي على حساب مصلحه نادي بلديه المحله. انا بقول المباراه النهارده سيئه تكتيكيا ليك، الداخليه كانت ممكن يعني تتعادل وتكسب، وانت برضه مش هتعيش على امل ان الفرق تخدمك وهو الكلام ده كله. ده انت راجل بتلعب في الدوري الممتاز، فلازم ترفع شعار اخدم نفسك بنفسك. انا هكسب، انا لازم يبقى عندي تاكتكس على اعلى مستوى، يبقى عندي حياديه عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في ماتشاتك وهو الكلام ده كله. ما تبقاش مثلا تجامل لعيب على حساب لعيب. انت المفروض راجل مثلا لعبت في نادي كبير في زي نادي الزمالك في مصر، المفروض تبقى عندك حنكه تدريبيه وعندك اسلوب انك تعرف تتعامل بيه مع اللعيبه اللي في الشمال واللي في اليمين واللي بيجي من بره، وهو عشان خاطر ان الدنيا تمشي وانت مسلم. يعني لازم تبقى الحاجات دي تبقى في قلبك رحمه عشان خاطر ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش حضراتكم تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.